واخيرا رجعنا للفئه المتوسطه. الفئه خلينا ما نقولش اللي على قد الايد لان مفيش حاجه على قد الايد دلوقتي، بس خلينا نقول الفئه اللي بتدي قيمه مقابل سعر. والجهاز اللي معانا النهارده اقل حاجه تتقال عليه هو كلمه فخامه. فخامة من حيث الشكل والإمكانيات والكاميرات وكل حاجة تقريبا. الفيفو في 29 الجهاز الجديد من فيفو لخليفة الفي 27، وهنشوف ايه هي اغلب مميزاته ولو في عيوب كمان هنقول عليها. ولكن قبل ما نبدأ عايزك تنزل دلوقتي تدوس لايك وتعمل سبسكرايب في القناة عشان نوصل 6000 ونص مشترك. انا احمد السيد والنهاردة هنتكلم عن الفيفو في 29. يا اخي لو هنتكلم عن الشاشه دي وشكلها الجامد جدا بالكيرف اللي فيها ده، انا مش عارف اغلب الناس بتكره شاشه الكيرف ليه مع ان هي بتدي شكل فخام اكتر للجهاز. انا عن نفسي بحبها. ممكن اغلب الناس تكون مفكره الموضوع حته امان وكده، انا معاهم في ده، بس الشاشات الكيرف لها رونق خاص كده. والشاشه اللي هنا كبيره مش صغيره، يعتبر 6 و8 انش، هي بالظبط 6.78 انش. شاشه من نوع اموليد مليار لون 120 هرتز مع وضع ال HDR10 بلس. شايف انت الكيرفات بقى والحواف السفليه مخليه نسبه استحواذ الشاشه دي 90.8%. فاللي هو انت حرفيا ماسك جهاز شاشه في ايدك كده. تجربه الفيديوهات في الجهاز ده ممتازه بأبعادها ال 1260 في 2800 بكسل، وده اللي مديلهم حرية انهم يحطوا لك 453 بكسل لكل انش. يعني لو قربت كده مش هتلاقي بكسلات، والاجسام شارب خالص، مفيش فيها بكسلات طالعه كده بره، كل حاجه مظبوطه. فيعني خلينا نقول ان مع وضع ال HDR10 بلس مع ال 120 هرتز كمان التصفح والفيديوهات نفسها، فرجة الفيديوهات مع المليار لون دول هيدوك تجربة كويسة جدا. طيب ما احنا هنفضل نرغي عن الشاشة كتير كده؟ لا يا عم، تعالى نتكلم دلوقتي عن التصميم، واللي اغلب اجهزة الفئة دي كلهم بيقول لك تصميمات بالبلاستيك. فيفو خرجت عن النص المرة دي شبه الفيفو في 27 برضه، وعملت لك هنا تصميم من الزجاج، والظهر فيه كيرف لجوه كده مع الكيرف بتاع الشاشة، فبيخليك تحس انك ماسك جهاز مدور. بس من القواعد بتاعة الجهاز اللي هو القاعدة اللي فوق والقاعدة اللي تحت يعني مسطحين كده ومختلفين عن التصميم بتاع الظهر نفسه. ومكتوب فوق على التسطيحه بتاعت الجهاز دي بروفيشنال بورتريه، اللي هو فيفو بتقول لك احنا عاملين لك جهاز للتصوير. دي نقطة احنا لسه هنتكلم فيها قدام لما نتكلم عن الكاميرات، لان الكاميرات اللي في الجهاز ده يعتبر ميزة قوية جدا فيه. بس انا شايفك لحد دلوقتي ما عملتش لايك، فممكن بعد اذنك اسالك ليه يعني ما عملتش لايك دلوقتي؟ يا اخي يعني انا واحد غايب بقالي شويه حلوين وفي ريتش واقع، فشجع اخوك يا جدع. اللون الاسود بالذات من الجهاز ده فيه نقشه مختلفه عن جميع الالوان اللي فيه، نقشه مصنفره كده بتخلي تحكمك في الجهاز وانت ماسكه اسلس. فانا بيتهيألي هم عاملين النقطه دي عشان الظهر الكيرف مع الشاشه الكيرف ممكن الجهاز يقع من ايدك، فهيخلي عامل الاحتكاك كبير. الفيديو قلب حصه فيزياء، معلش ما علينا. المهم انت ممكن تقضي على المشكله دي خالص بانك تركب الكفر اللي موجود مع الجهاز. والصراحه فيفو متوصيه بالعلبه بتاعت الجهاز دي، عندك جراب شاحن مش زي شركات تانية سامعني اللي في بالي، والجهاز بيجي من العلبه عليه سكرينه، يعني انت هتاخد باكج كامله مش هتدفع عليها جنيه زياده. بس للاسف اللي يعيب الجهاز هنا ان مفيش سماعه ستيريو، لان انت عندك هنا سماعه واحده مونو، صوتها كويس صوتها كويس، بس انت هنا مديني شاشه جامده ومفيش تجربه ستيريو، فدي ممكن نقول المشكله الوحيده اللي في الجهاز ده. طيب والاداء احنا اهتمينا هنا برضو بيه ولا طنشناه؟ الصراحه النقطه دي انا مش عارف اقول لك فيها ايه. الجهاز هنا جاي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 778 جي، وبالتالي لو انت بتدور على موبايل فانت سمعت الاسم ده كتير قوي ومن زمان. هو معالج مش قديم قوي بس برضه مش احدث حاجة موجودة في السوق، يعني هو ساعات بينافس وبيتفوق على الدايمينستي 7050 اللي نزل في اجهزة كتير شبه الريلمي 11 برو بلس والاوبو رينو 10، وبرضه هو نفس المعالج اللي موجود في الاوبو رينو 10 برو. اللي هو انت عندك هنا معالج ممتاز على الفئه السعريه اللي الجهاز ده فيها، بس اللي هو خلاص بقى غيروا، تعبنا من المعالج، نزلوا معالجات احدث، بس ده لا يعيب المعالج في شيء ولا السلاسه بتاعت الجهاز ده في شيء. مع طبعا المعالج الرسومي من نوع ادرينو 642L، والمعالج ده بمعماريه تصنيع 6 نانومتر، يعني توفير في البطاريه كويس برضه. والجهاز هنا جاي طبعا بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهه فيفو فان تاتش 13. ولو تفتكروا الفيفو في 27 كان فيه عيوب جباره في السوفت وير بتاعه، التقل اللي كان بيحصل لما بتقلب ما بين الصفحات والسكرولنج بتاعك ما كانش بيكون احسن حاجه، لما بتخرج من تطبيق كنت تحس ان الجهاز بيهنج كده. فخليني اقول لك ان لحد دلوقتي مفيش ولا كومنت سلبي على التحديث بتاع الواجهه الجديده من فيفو. واجهه لحد دلوقتي سلسه جدا
جدا ومفيش حد اشتكى منها، فانا بيتهيالي انت هتاخد تجربه اداء مضمونه. المعالج طبعا مش هيديك استخدام عنيف للالعاب، لا هيديك اعلى اعدادات ولا اعلى جرافيكس ممكن تاخدها، بس لو انت ماشي نفسك لو عايز تلعب هتلعب على الجهاز ده. وزي ما قلت لك اكتر ميزه موجوده في الجهاز ده هي الكاميرات. ولو تفتكروا الفيفو في 27 الجيل اللي فات كان عامل ضجه كبيره في موضوع الكاميرات والمعالجه بتاعته، وبرضه انا حابب هنا ان فيفو كملت على الموضوع ده ما جلتش، ونزلت لك هنا سيت اب كاميرات محترم جدا مكون من 3 كاميرات. الكاميرا الاساسيه منهم 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.9. الكاميرا دي بتدعم المثبت البصري الاو اي اس، ومعاها كاميرا تانية 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 الترا وايد، وكاميرا ثالثه ال 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4. الجهاز بيصور 4K على 30 فريم، انت مش محتاج حاجه اكتر من كده. وزي ما قلت لك حته معالجه الالوان دي لسه فيفو محتفظه بيها، يعني هتلاقي انت عندك دايناميك رينج كويس مع معالجه الوان السماء مع الفلاتر. خليني اقول لك برضو ان هم مهتمين برضو بحته الفلوجنج هنا، يعني هتلاقي امكانيات كتيره في الكاميرا مصممه للناس اللي بتفلوج، ممكن تدور انت عليهم بنفسك. بس اللي معلقه معايا لحد دلوقتي انك ممكن وانت بتصور فيديو بالكاميرا السيلفي تكون فيك سكريبت موجود وانت بتقراه، فاللي هو دي تفصيله كويسه جدا من المبرمجين اللي بيبرمجوا الواجهه دي عشان تطلع لنا بالشكل ده. الجهاز في اغلب الظروف هيطلع لك صور كويسه وممتازه ومفيش فيها نويز، وده اللي ياخدنا للحته الجامده اللي ضايفينها في الجهاز ده، وهي اللي بيقولوا عليها الاورا لايت. وهو ده حرفيا رينج لايت موجود في الجهاز، وانا كنت في الاول فاكر ان هو حاجه ملهاش لازمه، اللي هو طب ما انت عندك فلاش، بس بعد كده اكتشفت ان ده مش هيديك نفس ضربه الفلاش لما بتيجي تصور، اللي هو انت عارف انت النظام اللي هو طب اشرحها لك ازاي دي طيب، اللي هو الوميض اللي بيطلع ده وبتحس ان في لسعه في الوش من الضوء اللي طلع من الفلاش. لا انت عندك هنا الرينج لايت ده شغال على طول، وتقدر انت كمان تتحكم في درجه الدفء بتاعه، اللي هو يا ساطع قوي يا محمر شويه كده، فده هيفيدك على حسب اللوك والصوره اللي انت عايز تطلعها. فالصراحه فيفو في سيت اب الكاميرات الخلفي ده اقل حاجه تتقال عليها واو. وده ما يخليناش ننسى الكاميرا السيلفي اللي جايه هنا بدقه 50 ميجا بكسل. طب وانت اكتر حاجه كانت مضايقاك في الفئه المتوسطه ايه؟ ان مفيش كاميرا سيلفي كويسه في الفئه دي، يعني اغلب الاجهزه كلهم بيصوروا 1080 ومفيش كاميرا سيلفي بتطلع لك سكين تون كويس. خد هنا بقى حل المشكله، عندك كاميرا سيلفي بتصور 4K ومعالجه الوانها كويسه برضه، اللي هو انا حاسس ان فيفو كده بترازف الناس كده. شوف في مشاكل مجمعه هنا، خد حل لها اهو. بس برضه للاسف ده ما يخليناش نقول ان هي كاميرا سيلفي مطلقه، لان برضه لو عايز تصور بثبات بصري، الثبات البصري مش شغال على التصوير ال4K، وهي بتصور 4K 30 فريم في الثانيه. ويعني استكمالا بقى لكل المميزات اللي موجوده هنا دي، فانت عندك بطاريه 4600 ملي امبير. طبعا انا عارف ان هي مش احسن حاجه موجوده دلوقتي، تقريبا اغلب الاجهزه كلهم نازلين 5000 ملي امبير، بس هم هنا معوضين بسرعه الشحن ال 80 واط اللي بتخليك تشحن الجهاز من 0 ل 50% تقريبا في 17 دقيقه. فاللي هو برضه مديك عيب كده، بس مديك قصادها ميزه خفف الموضوع ده شويه، وبرضه ان هي 4600 ملي امبير في السمك بتاع الجهاز ده، فدي حاجه ممتازه برضه. والجهاز هنا نازل بثلاث نسخ من حيث مساحه التخزين والرام، 128 و256 مع 8 رام، و256 و512 مع 12 رام. فانت ايه تختار النسخه الكويس، لان مفيش هنا تركيب كارت منه. وطبعا النسخ الاكبر يعني فلوس اكتر هتدفع، وده اللي يخلينا اكلمك عن ايه يا معلم؟ السعر الرسمي للنسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام هو تقريبا $400، وده بيترجم لعندنا بالمصري تقريبا 19990 جنيه، يعني قول 20000 جنيه من الاخر. نفس النسخه في السعوديه عامله 1600 ريال، والنسخه الاكبر ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام 1800 ريال. في الامارات بقى النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام 1500 درهم، وال 512 مع 12 جيجا رام 1750 درهم. فلو هتجيبه من بره لازم تبقى عامل حسابك انك هتدفع فرق السوق السودا. وهو طبعا نزل هنا بشكل رسمي بالسعر اللي قلت لك عليه. طب انا ايه رايي في الجهاز ده؟ انا شايف ان هي باكج كويسه، وتقريبا العيوب اللي فيه تكاد تكون معدومه، غير انه بيديك سماعه مونو، كمان مفيش مكان 3.5 مللي، بس ده ما عادش عيب دلوقتي. وحته ان الثبات البصري مش شغال على التصوير السيلفي بجوده 4K، ممكن دي ما اعتبرهاش عيب قوي، لان احنا اغلبنا بيصور على 1080. فانا شايف ان الباكج دي ممتازه جدا. بس السعر انا حاسس ان الجهاز غلي شويه، هو كان المفروض ينزل اقل من كده، وممكن بسبب الدولار، بس مش عارف، يا اما ده سعر رسمي من الشركه، فانا حاسه غلي سيكه كده. لان لو تفتكر مثلا جهاز شبه الاونر 90 اللي كان نازل بحاجات كتير ومعالج اقوى من ده، اول ما نزل في مصر هنا كان عامل 18500 ونص للنسخه اللي هي ال 256 جيجا. فهلا بقى انا شايف ان الجهاز ده بيديك قيمه مقابل سعر، يعني هو الفرق مش كبير قوي خلينا نقول ان الجهاز غالي جدا، لا هو هيديك قيمه كويسه.
وبرضه عايزك تكتب لي رايك في الكومنت، يعني انت شايف الجهاز ده غالي على المميزات اللي هو بيقدمها ولا سعره كويس؟ وبرضه عايزك تكتب لي الفيديو الجديد يكون عن ايه، لان انا بفكر اعمل فيديو عن النسخه الاقل منه شويه اللي هي الفيفو في 29 اي. النسخه دي طبعا اقل في السعر واقل في الامكانيات، بس امكانياتها كويسه على الفئه اللي هي فيها. وبس كده يا صديقي، كده اكون انا خلصت. ما تنسانيش بقى من الشير، لايك، كومنت، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام. اوعى تنسى اللايك عشان ده بيشجعني.